طالبة مراهقة مثل القمر. قالت لي بصوت كتير حزين: مش دايما البنت بتطلب حرية، أحيانا بتطلب حضن أو حدا يسمعها. بس أنا ما عم بهرب من أهلي، أنا عم بهرب من أحكامهم المسبقة علي. أنا مش عنيدة بس موجوعة، وقلبي مليان كلام مش قادر يطلع. ما عم بقدر أعبر عن اللي بدي أقوله. ما حدا عم يسمعني، واللي بيسمعني بفسرني عذوقه. العلاقات ما بتصير توكسيك فجأة، هي بتتوجعنا شوي شوي. أنا بحب أمي بس عم لاقي طريقة قربي منها صعبة. يمكن بنتك قاعدة بالغرفة وعم بتفكر بنفس الأسلوب وعم تطلب منك تسمعيها، ولكن أسلوبها الخاطئ عم بخليها تعطيكي اتهامات وإهانات. كوني واعي وتعلمي أساليب التربية الواعي. بدورة الأهل اللي نحن حضرناها لإلكن تتعلموا كيف تحكوا مع بناتكم، كيف تحكوا مع أولادكم ويوصلن الحكي، تتواصلوا معهم، تتحاوروا معهم، دربوا حالكم على إنكم تسمعون قبل ما تضطروا إنه يبعدوا عنكم. علقي بكلمة تواصل واسألي: كيف بتعلم اتواصل مزبوط مع بنتي أو ابني؟